السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن التربية في البطاريات. بس قبل ما ندخل في التربية في البطاريات لازم يبقى الموضوع مبسط واشرح لك الموضوع والمعلومة ببساطة. أولا إحنا طول عمرنا بقالنا أكتر من حاجة و30 سنة بنربي على الأرض، وبسم الله ما شاء الله التربية ناجحة وممتازة، وانتوا شايفين الوضع والناس كلها واتجهت للتربية او تربيه الفراخ عموما عن طريق التربيه في الارض، وبسم الله ما شاء الله حققت نتائج افضل. كمان جه بعد كده بدات في تطوير في الشغل، بدات في ناس عايزه تطور من نفسها ومن شغلها فبدات تلجا للبطاريات. بنشوف ناس بتربي في البطاريات بتخسر، بنشوف ناس بتربي في على الارض بتخسر او بتطلع نتائج سيئه. آه، وناس بتربي على الارض بسم الله ما شاء الله وبتكسب، وناس بتربي في البطاريات وبسم الله ما شاء الله بتكسب. تمام، دي حاجة لازم تبقى حاططها قاعدة أساسية في دماغك. يبقى الفرق دايما لا في التربية على الأرض ولا التربية في البطاريات، الفرق دايما في الشغل العلمي مش في التربية نفسها أو عن طريق التربية سواء أرضي أو بطاريات. دي حاجة لازم تحطها في دماغك. ندخل بقى في موضوع التربية الأرض. البطاريات، التربية في البطاريات يا جماعة ممتازة جدا، اقتصادية جدا، كمان بتحقق نتائج ممتازة جدا، معامل تحويل عالي جدا. كمان ممكن اقل في المخاطر شوية، بس بشرط ان انت تشتغل معاه صح. بس للأسف في الناس كتير قوي خدت تربية عن البطاريات عن اسلوب الدعاية، او اشتغلت فيها عن طريق الدعاية اللي بتتعمل، وهي ان ما مقاومة للامراض وما بتجيلكش امراض والكلام ده كله كلام غير علمي وغير صحيح. القصة كلها الفرق الوحيد بين التربية على الأرض والتربية في البطاريات إن تربية البطاريات مشاكلها في الكوكسيديا. الكوكسيديا فقط هي المرض الوحيد اللي إصابته في البطاريات بتكون أقل بنسبة 90 أو أكتر من 90% عن الأرضي، فقط لا غير. أما باقي المشاكل اللي بتيجي للتربية على الأرضي لو ما خدتش بالك منها برضو في البطاريات بتجيلك نفس الامراض. الكوليستيريديا بتبقى نشطه جدا في البطاريات، الكوليستيريديا نشطه جدا في البطاريات، الميكوبلازما نشطه جدا في البطاريات. ده كله على فكره بسبب التزاحم والاجهاد والحاجات دي. فيبقى نرجع للموضوع، يبقى ايه القصه كلها هي قصه تربيه ورعايه. التربيه في البطاريات بتحتاج نسبه اكسجين اكتر، كمان بتحتاج رطوبه اعلى لسببين. اولا لسبب الكثافه التسكينيه في مكان صغير، كمان البطاريات بتبقى جافه فبتحتاج ان انت ترفع الرطوبه عندك. البطاريات بالذات سواء حديد سواء خشب ما فيهاش رطوبه، مش زي الفرشه. الفرشه بيبقى فيها نسبه رطوبه فبتبقى معدله معاك، انما البطاريات خاليه من الرطوبه خالص فهي جافه، فبينتشر فيها الاوكولاي كمان بسبب الجفاف ده. فانت لازم تظبط معاك الرطوبة في العنبر باستمرار. دلوقتي يعني وصلت الابحاث او الشغل العلمي او كده او التطور وصل ان بيجي جهاز، بنجيب اجهزة للرطوبة بترفع الرطوبة في العنبر، اللي هي اجهزة بتعتبر زي بتعمل رذاذ مية في العنبر عشان تحافظ معاك على الرطوبة في العنبر. لو قدرت تشتغل شغل علمي، شغل صح، دورة أكسجين محترمة، أو بنقول دورة اللي هي تشغيل الشفاطات، دورة بتبدأ معاها دورة ثمانية، دورة سباعية، دورة سداسية. معنى كلمة ثمانية أو سباعية أو سداسية إن أنت بتشتغل دقيقة مثلا وتوقف 8 دقايق، دي الدورة الثمانية، ودي بتبتدي معاك في التحضير. يبقى يا جماعة تربية في البطاريات ناجحة ممتازة جدا، بشرط إن أنت تحقق ليها وسائل النجاح. زي التربية في الأرض ناجحة جدا ممتازة جدا، بشرط ان انت تحقق ليها سبل النجاح. سبل النجاح دايما هي الشغل العلمي المتطور الحديث، ان انت تشتغل بالعقل الحالي او بالفكر الحالي، مش بشغل الثمانينات او التسعينات زي الناس ما للاسف بتشتغل. عشان كده في ناس فرقت بسم الله ما شاء الله وحالها اتغير جدا مع تربية الفراخ وبتكسب ووسعت شغلها، ربنا يبارك للجميع. وفي ناس للاسف خرجت من المجال خالص او بقى عليها ديون وعليها مبالغ كبيرة قوي بسبب الشغل الغلط او الشغل القديم. فدايما حدث من نفسك واشتغل الصح. عايز تربي بطاريات، تربية البطاريات ممتازة جدا، بشرط ان انت تشتغل معاها الشغل العلمي اللي يستحقه شغل البطاريات، مش عشوائي. شغل البطاريات بيختلف نهائي عن شغل الارضي. اول حاجة يا جماعة لازم تحافظ عليها، اولا تقلل من عدد التسكين
في العنبر في التحضير. يعني انت ممكن الافضل حاجه لو عاوز تاخد تربيه ناجحه جدا، ان انت توزع العدد اللي عندك في المساحه كلها، افضل من ان انت تحضن في جزء في البطاريات وتبدا توسع معاه. دي اول حاجه. كمان البطاريات ما بتحتاجش الحراره عاليه، لان كثافه التسخين بتبقى عاليه، فبتقلل معاك فبترفع معاك الحراره داخلي. كمان ان انت تحاول تبعد عن الاجهاد بالتزاحم او تزاحم التسكين، عشان ما ينشطش معاك الامراض زي الكوليستيريديا زي الميكوبلازما. كمان مشكله نقص الاكسجين في البطاريه بتبقى فارقه معاك كتير قوي. ليه؟ انت البطاريه انت بتبقى ماشي وبتحكم على الجو في الطرقه بتاعت وانت ماشي بين خطوط البطاريات او خارج البطاريه نفسها. فما بالك انت زي ما تكون مثلا انت قاعد في اوضه من غير سقف. حط نفسك كده في نفس المكان، مثلا في اوضه. الاوضه دي هتبص تلاقي الاماكن فيها جنب الباب اللي فيها سنه هواء او في الجو فيها معدول شويه، انما لما تدخل داخل الغرفه نفسها بقيت كانك جوه السجن. فنسبه الاكسجين اقل، ما فيش تيارات هواء داخل البطاريه. الطرق عشان مفتوحة وما فيهاش أي حواجز لمنع الهواء، فالهواء تيارات الهواء بتبقى فيها سريعة وبتقل نسبيا داخل البطارية. فلازم تشتغل على الموضوع ده، اشتغل دايما على داخل البطارية مش على خارج البطارية. وما تحطش نفسك في زي ما بنقول كده الفرخة في البطارية زي اللي في السجن. فبره الجو جميل وممتاز وتمام مية مية والحرارة مظبوطة، لكن للأسف جوه الحرارة عالية، سرعة الهواء بتكاد تكون شبه منعدمة، ضعيفة جدا عن خارج البطارية اللي هو زي ما نقول عليها الطرقة بين البطاريات. فلازم تاخد بالك من الموضوع ده جدا. كمان تحافظ على الرطوبة في المكان على قد ما تقدر. لو اشتغلت على كده ان شاء الله بإذن الله تعالى ان شاء الله تحقق نتائج ممتازة. في مواضيع كتير قوي هنتكلم فيها عن البطاريات، انتظرونا الحلقة الجاية، سلسلة حلقات مفيدة جدا عن البطاريات وهنشرح لك كل حاجة. بس هنكتفي بالقدر ده دلوقتي عشان ما نطولش على حضراتكم. وان شاء الله باذن الله انتظروا اكتر من كام حلقه هنشرح لكم فيها تربيه البطاريات بالتفصيل، والحاجات اللي انت تعملها واللي تبعد عنها، وازاي تشتغل معاها وازاي تحافظ معاها، والادويه الافضل في البطاريات علشان تحافظ على امراض معينه او تحافظ على التربيه في البطاريات وتحافظ على قصه الوزن بتاعك. ربنا يصلح حال الجميع. ما تنسوناش بالدعاء، واتمنى ان انتوا تعملوا مشاركه ولايك للصفحه وللفيديو، تخلي ناس كتير قوي يوصلها المعلومه الصح. وبكده اقدر اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنتكلم عن التربية في البطاريات. بس قبل